اوكي بريب 3 ونشرح مع بعض المقارنه. طيب تعالوا نشوف الصفات. انا بقارن في الصفات، عندي مقارنه بين 2 وعندي مقارنه بين 1 واكتر من ايه؟ من 1. عندي مقارنه بين 2 الصفه ذات مقطع واحد، يعني بنطقها على بعضها، والصفه ذات اكثر من ايه؟ من مقطع. طيب قال لي اول حاجه اللي انتوا عارفينها كلكم اصلا، يعني للمقارنه بين شخصين بين شيئين حيوانين اخر الصفه اي ار تجري وراهم كلمه زين. يبقى لو هقارن بين 2 بحط اخر الصفه ايه؟ اي ار واحط كلمه زين. طب دي لو الصفه ذات مقطع واحد ولا اكثر من مقطع؟ مقطع ايه؟ واحد. طيب هقارن بين 1 واكتر من 1 في الصفه برضه ذات مقطع واحد. قال لي للمقارنه بين 1 واكتر من 1 قبل الصفه ذا اخر الصفه اي اس تي. يبقى لو هقارن بين 1 واكتر من 1، عايزه اقول مثلا عمر هو الاسرع، يبقى انا بقارن بين عمر وواحد تاني ولا عمر مثلا وكل اللي قاعدين؟ يبقى دي مقارنه بين 1 واكتر من ايه؟ من 1. بحط قبل الصفه ايه؟ ذا واخر الصفه ايه؟ اي اس تي. مش شرط شخص، ممكن شيء، ممكن حيوان، ممكن شخص. خلاص؟ ده في الصفه ذات مقطع ايه؟ واحد. طب لو الصفه ذات اكثر من مقطع، زي كلمه dangerous intelligent honest. خلاص؟ الصفات ذات اكثر من مقطع بحط قبل الصفه ايه لو هقارن بين 2؟ قال لي بحط قبل الصفه في الصفات ذات اكثر من مقطع. لو الصفه كتير هحط ايه؟ مور والصفه وزين، ولو الصفه قليله less والصفه وزين. يعني اقول لك مثلا عمر is more intelligent than حنفي، يبقى عمر عنده ذكاء اكتر من ايه؟ من حنفي. فانا عايزه اقول ان حنفي ذكائه اكتر من عمر، اقل من عمر، هقول ايه؟ حنفي is less intelligent than عمر. خلاص؟ دي كده لو هقارن بين 2. طيب لو هقارن بين 1 واكتر من 1، هقول لك عمر is the most intelligent. عمر اكتر واحد ايه؟ ذكي او عبقري. مثلا اقول لك حنفي is the least intelligent. حنفي ده اقل واحد في الايه؟ في الذكاء بالنسبه لكل اللي قاعدين. خلاص؟ طيب لو انا هقول ان الصفه اهي the most honest the most intelligent. خلاص؟ دي كده اتفهمت مقارنه بين 1 واكتر من 1 في صفات ذات مقطع واحد وصفات ذات اكثر من مقطع. حد عنده مشكله فيها؟ خلاص؟ طيب تعالي نيجي هنا. الصفات دي اصلا اسمها شواذ للصفات. يعني في لما اقارن بين 2 هيجي ليها نطق او ليها كتابه معين وشكل معين، ولما تيجي بعد كده المقارنه بواحد من اكتر واحد ليها شكل معين. دي بيحصل لها ايه؟ بنعمل فيها ايه؟ بنحفظها. دي اسطمبه كده زي بعضها. هنقعد دلوقتي نحفظها بعد ما نخلص، اوكي؟ عشان وقت الفيديو ما يطولش. بس تعالى نشوف هنا اهم المصطلحات. قال لي كلمه موست بتيجي بمعنى فيري. يا ميس ما انت قلت هنا موست اهي بتيجي هنا للمقارنه بين 1 واكتر من 1. لا، انا بكلمك على كلمه موست. لو جات لي في جمله يا عمر تجي لي بمعنى فيري. فيري يعني ايه؟ جدا. طب تعالوا نشوف المثال. The book you lent me was most interesting. بقى هنا كده معناها ايه؟ مقارنه ولا انا بقول لك الكتاب اللي انت اديته لي كان شيق جدا؟ كان شيق جدا، ما بقارنش. يبقى موست هنا غير المقارنه، جات لي هنا بمعنى ايه؟ جدا. جات لي هنا بمعنى ايه؟ ركزوا عشان المصطلحات الملاحظات دي اهم حاجه. بيقول لي بستخدم موست وبيست بدون ذا. هنا كنت بستخدم معاها ذا، بستخدمها بدون ذا في نهايه الجمله عشان تديني معنى very much، جدا جدا بقى. تعالوا كده طب نشوف. of all sports I like tennis best. من كل الرياضات انا اكتر بحبها رياضه الايه؟ التنس. of all sports I like tennis most. من كل الرياضات انا بحب التنس ايه؟ جدا. يبقى more لو ما جاتليش في حاله المقارنه بتجيلي بمعنى ايه؟ much كثير. خلاص؟ ولو جات لي best او most هنا لو جات لي في اخر الجمله معناها ايه؟ very much يعني ايه؟ جدا جدا يعني. طيب تعالي نستخدم هنا كلمه farther. عند مقارنه المسافه بستخدم farther، اكثر من. كايرو is farther than بنها. كايرو ابعد من ايه؟ من بنها. he gives me further details. اداني تفاصيل ايه؟ كتير. خلاص؟ طيب نيجي على اللي بعدها. بيقول لي much و a lot و far بمعنى جدا، و a bit و a little و slightly معناها ايه؟ قليل. معناها ايه؟ قليل. برضو بجيبها من الجمله. her illness was far from serious than we expect. التعب بتاعها طلع ايه؟ خطير جدا اكتر ما احنا ما كنا ايه؟ نتوقع. يبقى far و a lot و much هنا جات لي معنى ايه؟ جدا. زي مين فوق هنا؟ most. خلاص؟ طيب تعالي نشوف بعد كده. بيقول لي بصيغه المقارنه بين 2 من نوع واحد ممكن استخدم ذا. يعني نوع واحد يعني من فصيله واحده، بني ادمين او حيوانات او جماد.
بس ممكن استخدم ذا وانا بقارن بين ايه؟ اتنين. زي ما اقول لك مثلا هنا ايه؟ Who is the taller of the two sisters؟ مين هي الاطول في الاختين؟ فاستخدمت ذا هنا رغم ان انا المقارنه بين اتنين ما بحطش قبلها ايه؟ ذا. المقارنه بين اتنين يا عمر ما بحطش قبلها ايه؟ ذا. اعيدها تاني، دي ملاحظات ملهاش دعوه بالمقارنه دي. دي ملاحظات. انت عندك هنا في كلمه موست اتكتبت، وعندك كلمه بيست اتكتبت هنا اهي the best، وعندك كلمه farther او farther اهي، وعندك much و a lot و for اهي صفات اهي. هنا بيقول لك ان ممكن تيجي بمعنى مختلف في الجمله. خلاص؟ افصلي بس السيكه دي عندي كده. انت خدت ان في المقارنه بين واحد واكتر من واحد قبل الصفه ذا اخر الصفه اي اس تي، بس هنا انا بقارن بين اتنين، فالذا هنا ممكن ان انا استخدمها للمقارنه بين اتنين لو انا هقارن بين اتنين من نفس النوع او الفصيله، من نفس النوع او الايه؟ الفصيله. دي اتفهمت؟ طيب تعالي ندخل على اللي بعديها. بيقول لي لو انا هقارن بين واحد واكتر من واحد انا هستخدم بقى عادي القاعده بتاعتي دي اللي هي قبل الصفه ذا واخر الصفه ايه؟ اي اس تي. فدي مالهاش دعوه بيكم، مش تبع الملاحظات. بيقول لي تحول الصفه الى جمع من نفس معناها عند اضافه ذا. يعني ايه؟ كلمه بور يعني ايه؟ لو قلت لك ذا بور يبقى معناها الايه؟ الفقراء. ريتش يعني ايه؟ غني. لو قلت لك ذا ريتش يبقى معناها ايه؟ الاغنياء. بعد كده هنا بيقول لي نستخدم the most وبعد كده الصفه وبعد كده اي اس تي بدون ذا اذا جاب بعد اس الملكيه. ايه ده يا ميس ده؟ انت قلت هنا لو هنا اقارن بين واحد واكتر من واحد لو صفه ذات اكثر من مقطع بحط قبلها ذا وبعد كده most وبعد كده الصفه اخرها اي اس تي او زي ما كانت عندي هنا. خلاص؟ قال لك لا، لو لقيت اس الملكيه بحذف الايه؟ الذا. بحذف الايه؟ الذا. طب تعالى كده نشوف المثال هنا. بيقول لي دكتور فاروق الباز is one of the Egypt's. قلت the greatest؟ لا، عشان عندي اس الملكيه كتبت فين؟ هنا، فحذفت اس الملكيه scientist. اتفهمت؟ ولا في جزئيه عايزينها تعاد؟ اكيد؟